السلام عليكم وصباح الخير. اسمي فتيحة. هذا أول فيديو غادي نلوحو، يعني غادي نتحدى راسي وغادي نلوحو كيف ما جا قبلوا عليه. المهم إلا كنتي انت خايف ولا حتى انت خايفة، حتى أنا خايفة بزاف وخايفة من ردة الفعل، ولكن أنني قررت نتحدى راسي. عندي واحد التحدي، هو أنني غادي نبدا ندير قناة في اليوتيوب، وغادي نبدا من جديد وغادي نتعلم مهارات جديده. وتنقول علاش لا، بما انني خديت واحد الخطوه اللي هي جريئه في حياتي، يعني حياتي اليوميه. انني في 2024 بعد ما كنت خدامه مستقره في واحد الخدمه لمده 14 عام، يعني من ورا ما خديت اجازه خدمت 14 عام في واحد الخدمه وكنت ستابل فيها. ومع ذلك في 2024 قررت انني نتخلى على هذه الخدمه، لانني حسيت براسي ما كنتطورش. حسيت براسي ان الدماغ ديالي بدا كيموت ومن لا يتغير يهلك. صافي قررت اني نغادر داك الدومين ونبدا دومين اخر، وبديت كنتعلم مهارات جديده. ولقيت راسي بعد ما كان عندي يعني واحد التخوف انني ما كنتعلمش وما كنعرفش، فلقيت راسي بالعكس، يعني راسي صغير بحال شي دري صغيور كيتعلم مثلا يحبو ولا يتعلم يعني لاعب او لا. فلقيت راسي اني الحمد لله يعني باقي عندي القدره على التاقلم ونبدا من جديد. يعني هذه دعوه للناس، لانهم خصوصا اللي في واحد السن شويه كبير وتيقول لك انا ما نغادرش منطقه الراحه ديالي، وصافي الا كنت في واحد الخدمه صافي نعاول انني نبقى في هذه الخدمه حتى يعني حتى الانسان يشد فيها التقاعد. انا بالعكس، انا خديت واحد القرار جريء وفي واحد المجتمع اللي هو محافظ، يعني وكثرة الهضره والعائله غيقول لك علاش خليتي خدمتك اللي كنتي مرسم فيها وخرجتي واخا الاجر، ولكن الحمد لله كنا مستورين. وفائده بي انني يعني استقلت، فهي يعني واحد فرصه للناس. يعني راه ماشي هي نهايه العالم الا توقفتي في شي خدمه، راه كاين ابواب الله وارض الله واسعه، غادي تلقى الخدمه. المهم هو الاراده وتحب داك الشيء اللي بغيتي مثلا ديريه في المستقبل. يعني عندنا واحد الحياه واحده، علاش هذيك السيره الذاتيه ديالنا مثلا فاش غادي تكتبها تكتب فيها حاجه واحده؟ علاش ما تكونش متنوعه؟ انا كنت هنا ودرت هذه ودرت هذه ودرت هذه. يعني اشنو العيب؟ اشنو العيب مثلا الا بدينا في واحد الحاجه اخرى، اولا واحد الهوايه كتبغيها وبديتي فيها ولا. المهم هذه واحد الدعوه بالاخص الناس اللي عندها مثلا فايتين الثلاثينات وبغاو يغيروا من نفوسهم. يعني ها انا دابا في 39 عام وعاد باديه من الصفر، كنتعلم من جديد. تعلمت واحد الدومين الحمد لله راني غاده فيه مزيان، يعني هو الخدمه ديالي. وانني قلت علاش غير كنبقاو نسكرولي في الفيديوهات، علاش انا ما نتعلمش صناعه المحتوى ونعاود على هاد التجربه المتواضعه ونفيد الناس من يعني التحديات اللي عاش، من الصعوبات، من بزاف الحوايج، ونعطيو امل لبعضياتنا حنا كاملين اننا نبداو من جديد. وبالعكس، وهاد التجربه عرفتي تتحس براسك انك فرحان بحال شي وليد صغير يلا كيتعلم يدير واحد الحاجه، تتحس براسك حتى انت انك مزيان وانك عندك واحد الشغف، واحد الحب لشي حاجه انك خاصك ديرها. يعني راه ماشي نهايه العالم. يعني وتحت شعار يعني راه من لا يتغير يهلك. المهم هذا هو اول فيديو في هذه القناه اللي هي غتكون قناه ديالكم جميعا. انا غادي ندير تجربه، سواء صدقات او ما صدقاتش، بالعكس انا فرحانه بهذه التجربه. نجحت فالله يبارك في الله تعالى لانه كان السبب، فما ما وفيها خير. ما نجحاتش حتى هي فيها خير، يعني عادي عندي في كل الاحوال عادي. نجحات هذه القناه وبقيت مواظبه مثلا انني نلوح فيديوهات فهو مزيان، ما نجحاتش حتى هذه ماشي مشكل ونبداو من جديد. مهم تكونوا
تعلمت من الاخطاء ديالي، وانني فاش غادي نبدا من جديد راه ما غاديش نبدا انني ما عارفه والو. يعني بديت نتعلم شويه. غير هاد الحاجز انك تحيد الخوف وتهضر يعني قدام الكاميرا واحد التليفون لي ماشي شي حاجه مهم، يعني حيدتي هاد الخوف وما بقاتش فيك هذيك الارتجاليه ولا انك تتلف تهضر ولا. مهم هاد القناه فهي قناه ديالكم كاملين. نتمنى تفاعلوا وتابوناو معايا. هاد القناه هي سميتها جلو باي فتيحه، هذا هو الاسم اللي اختاريت ليها. نتمنى يعني تدعموني وتعاونوني وتشدوا بيدي كاملين. وشكرا وصباحكم سعيد.